السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. وبعد مباراة ولا اروع لنادي الزمالك، وانتوا عارفين ان انا اهلاوي والحمد لله. بس وفي فيديوهاتي ما بتكلمش عن الزمالك كتير وكده، يعني عشان محدش يزعل مني وحد كده، يعني فما بحبش يعني اخواتي الزملكاويه ما بحبش اقول كلام ويزعل، يطلع صح يطلع غلط، فنتناقش انا وهو بعد كده. فبتكلم عن الاهلي فحتى كده يعني. ففي الفيديو ده ان شاء الله نبدا بالزمالك. طبعا الزمالك لعب مباراه امبارح امام كهرباء الاسماعيليه. قدر يفوز 5-2 في مباراه ولا اروع يعني بالخلافات اللي بيعدي بيها النادي الزمالك. ال15 قضية إيقاف قيد وعدم دفع مستحقات اللعيبة واللعيبة اللي ماشية. فقدر الزمالك يفوز يعمل أداء ولا أروع بعد فوزه امبارح. قدر يصعد للمركز الثاني برصيد 28 نقطة من 14 مباراة. طبعا متصدر الدوري حاليا نادي سيراميكا كليوباترا ب 32 نقطة من 15 مباراة. يجي في المركز الثالث نادي بيراميدز من 14 مباراة بنفس رصيد نادي الزمالك ب 28 نقطة، بس فرق الأهداف للزمالك، عشان كده الزمالك في المركز الثاني. النادي الأهلي في المركز الرابع من 14 مباراة ب 27 نقطة. طبعا النهاردة ده ترتيب الدوري أو أول 4 فرق في المربع الذهبي حتى الآن. النهاردة في 3 مباريات في الدوري المصري. حرس الحدود هيلعب فاركو في 5 مساء بتوقيت القاهرة. مباراتين الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، في نفس التوقيت في 8 مساء بتوقيت القاهرة وادي دجلة مع المقاولين، وسيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة. الدوري لغاية دلوقتي ماشي حلو وفيه منافسة كبيرة، بس ناقص للدوري حاجات لازم تتعمل، منها التصوير، منها أرضيات الملاعب، منها يعني الاهتمام بالمظهر الدوري المصري، منها ان يرخصوا تذكرة الدوري المصري لحضور المباريات، منها تسهيل دخول الجمهور. يعني التذكرة من 75 يخلوها مثلا 50 عشان المصاريف والمواصلات اللي بيروحوا بها الجمهور. منها كذا حاجة لازم تتظبط، أرضية الملعب، ترخيص سعر التذكرة، التصوير، كذا حاجة. لو اتعملت الدوري ده إن شاء الله يرجع زي زمان 2008 و2006 و2010. يعني 2006 و2008 و2010 كان دوري أحلى من أحلى الدوريات. فنتمنى الدوري يرجع بالجمهور بتاع زمان زي زمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.